أشبه بأحجار الدومينو، تتدحرج الضغوطات على رأس حزب الله اللبناني بتصنيفه منظمة إرهابية من جهة جديدة. بدأ الضغط من دول الخليج باعتباره إرهابيا، تلاها وزراء الداخلية العرب بالتصنيف نفسه، ثم لاحق التصنيف الإرهابي لحزب الله من قبل وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية. جاءت خطوة الجامعة العربية كضربة موجعة وأكثر مرارة تبين مدى المعارضة العربية للميليشيا اللبنانية وإيران من خلفها. والله يا جماعة عم بتبالغوا يعني. بس والله عم تبالغوا يعني، مش هيك، مش هذا حجمها يعني. أنا بعرف أنتوا عاملين برنامج حرب إعلامية وسياسية وأمنية ومخابراتية، وأكيد هلا قاعدين عم تحرضوا إسرائيل تعمل حرب علينا، وعم تجهزوا تاخذونا على جامعة الدول العربية تعملونا منظمة إرهابية، ومنظمة التعاون الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، وبمجلس الأمن الدولي، اعملوا اللي بدكم إياه معانا. لكن شو بدكم بالناس؟ شو بدكم باللبنانيين؟ شو بدكم بالدولة؟ شو بدكم بالجيش؟ شو بدكم حلفائنا؟ والله ما لهم خصة، ما لهم علاقة بهذا الموضوع. نحن المشكلة معنا، افتحوا مشكلتكم معنا، اللي بتقدروا تعملوه معانا نحن حزب الله عملوه. يمكن لو كنا عم نقاتل تحت قيادة أمريكية ما بيوصفونا بالإرهاب. شوفوا من عجيب التناقضات والصدف أنهم يشكلون تحالف إسلامي عسكري يقاتل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. فيكم تشرحوا للناس كيف تحالف إسلامي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ سوف تنشأ غرفة عمليات في الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربة الإرهاب في جميع أقطار وأنحاء العالم الإسلامي. في الدولي الإسلامي العسكري الذي سيكون تحت قيادة المملكة العربية السعودية وتحتضن المملكة العربية السعودية. فقدها يا خادم الحرمين، فقدها يا خادم الحرمين، وسر بها إلى مضان الخير ومواطن الهدى. لك المجد يا سلمان كرها ورغبة، فها أنت للحرم المطهر خادم. فسر خلفك الأبطال من كل يمة، على العهد هم ماضون والعهد دائم. ولا تلق بالا للحواسد والعدا، يغيض عتاة الحقد هذا التلاحم. ولا تلق بالا إلى الحواسد والعدا، يغيض عتاة الحقد هذا التلاحم. أما نحن في العراق فكنا نقاتل تحت قيادة الحشد الشعبي، قيادة عراقية شريفة مخلصة وطنية، وتحت قيادة الإخوة العراقيين، وما زلنا. نحن عندما ذهبنا إلى البوسنة كان في بالبوسنة شيعة رايحين ندافع عنهم. كنا عم ندافع عن دماء الشيعة وأعراض الشيعة وأموال الشيعة في البوسنة. وين في شيعة بالبوسنة؟ وطبعا وكنا على تواصل مع الحكومة البوسنية في ذلك الوقت ورئيس علي عزت بيكوفيتش المرحوم الراحل، والإخوة أمضوا فترة طويلة هناك ونقلوا تجربة وقاموا فتحوا معسكرات تدريب وشاركوا في خطط العمليات وقاتلوا إلى جانب البوسنيين. هذا بتعتبروه إرهاب؟ نسي حسن نصر الله أن الرئيس البوسنوي علي عزت بيكوفيتش ما مضى إلى ربه إلا بعدما دون مذكراته وهي مكتوبة ومتداولة. انظروا إلى هذه الصورة، يقول علي عزت بيكوفيتش وهو يرد الآن وقد مضى إلى ربه، يرد على حسن نصر الله في خطابه الأخير. قال: أثناء القتل والتهجير الذي كان يتعرض له المسلمون في البوسنة على يد الصرب، أرسلت إيران مبعوثا لها إلي، وقد عرض علي المبعوث الإيراني تقديم المساعدة من غذاء ودواء ومال وسلاح
بشرط واحد، وهو السماح للإيرانيين بنشر التشيع بين المسلمين البوسنويين. فقلت للمبعوث الإيراني: لن نبيع الآخرة من أجل الدنيا، ولن نبيع إسلامنا من أجل حفنة من المساعدات. عندها أسقط في يد المبعوث الإيراني وعاد خائبا. حسن أيها الكذاب، من نصدق؟ نصدقك أنت يا من تزعم أن الشيعة قد شاركوا في حروب البوسنة، أم نصدق الرئيس البوسنوي علي عزت بوغوفيتش الذي ذكر هذه الحقيقة ودون هذه الملاحظات قبل أن يغادر الدنيا؟ يعني كذب ببلاش، كذب ببلاش.